السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد ناجي وفيديو جديد النهاردة إن شاء الله هقدمه لكم بخصوص التعاملات المالية في الإمارات وإزاي نتجنب عمليات الاحتيال، لأن الموضوع بصراحة يعني بزيادة شويتين، فحابب أقدم لكم باختصار كده بعض الحاجات اللي ممكن تقعوا فيها عشان تتجنبوا إن شاء الله الوقوع فيها. طبعا الحاجات دي أنا في حاجات وقعت فيها شخصيا، تمام، فحابب اقول لكم كده باختصار ازاي نتجنب عمليات الاحتيال وازاي برضو نأمن نفسنا لو في عملية نصب حصلت ولا حاجة، ازاي ناخد احتياطاتنا. اول حاجة احب اقولها بالنسبة للمراسلات عن طريق الواتساب. يعني هنفترض ان انا بتعامل مع حد، طبعا هنا فرص العمل زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، في فرص عمل بس مش كتير، ففي ناس كتيرة بتلجأ انها تبتدي تشارك ناس او تتعامل مع ناس او تبتدي تشتري وتشتغل في التجارة. يعني تعاملات مالية ممكن تكون بأرقام لبعض الناس تكون كبيرة، ممكن تكون متوسطة وهكذا. ففي للأسف نفوس ضعيفة كتير وفي عمليات نصب كتير جدا، تمام. فنأمن نفسنا ازاي او على قدر الامكان يعني نقول نتجنب ان احنا نقع في مشاكل. هنا طبعا المعاملات الورقيه والحاجات دي طبعا دي اساس التعامل، ولكن مش هتلاقي تعامل ورقي بنسبه كبيره. الناس كلها بتعتمد على رسائل الواتساب، وان احنا ابعت لك رساله ونتفق برضو عن طريق الواتساب، وفي صفقات بتتم عن طريق الواتساب، لان الواتساب هنا معترف بيه، تمام، كسند نقدر نقدمه، تمام. يعني مثلا في حد قال لي اديني فلوس وهنتاجر في كذا وهنخش في كذا، فالاتفاق كله كان عن طريق الواتساب او عن طريق رسائل. طبعا اوعى تمسح اي رساله او تحذف رساله، تمام، لان بيتشك في تملي الرسائل المحذوفه. لا قدر الله وقعت في عمليه احتيال، بتروح تقدم الرسائل بتاعه الواتساب ديت او المحادثات اللي عن طريق الواتساب دي بيعترف بيها في الجهات الرسميه وفي الشرطه. فدي حاجه لازم تخلي بالك منها، ان انت رسائل الواتساب بتاعتك التعاملات بتاعتك ما تحذفش منها رسائل. خليك على قدر الامكان يعني الرساله اللي انت تبعتها تبقى انت بتتكلم فيها، حتى الموضوع مشي او ما مشيش ما تحذفش رسائل من على الموبايل. فلا قدر الله حصل عمليه نصب او حصل حد خد عليك فلوس وما التزمش او حصل اي مشكله، فانت بتعمل محضر في الشرطه اللي هي الجرائم الالكترونيه. وعلى فكره في حاجه اسمها يعني الاكشاك الذكيه في الشرطه لما بتبقى حاجات اونلاين وكده، دي بتبقى عن طريق انك بتروح الاسم او عن طريق الابلكيشن، تمام، اللي هو شرطه دبي. ممكن تقدم على جرائم الكترونيه وبعد كده بتشرح الموضوع بتاعك وبتعمل مرفقات. فالمرفقات بتبقى تملي رسائل واتساب كسكرين شوت او رساله دردشه كامله. طبعا انا مش عايز اخش في تفاصيل تكنيكال بقى، يعني دي ممكن تشوفها على اي قناه تانية او اي فيديو تاني عشان دي تفاصيلها كتير. ولكن انا بقول لا قدر الله حصل فيه عمليه نصب معينه عن طريق الموبايل، فما ترميش حاجه من على الموبايل، واعمل حسابك ان انت لما بتيجي تعمل شكوى بيتحقق فيها فعلا، والناس بتهتم جدا بصراحه. ولكن بياخد الموضوع وقت، وفي نفس الوقت في وقت معين هيقول لك هات التليفون عشان بيحرزوه، يعني زي ما بنقول بياخدوه عشان يتاكدوا ان الموضوع انت مش حاجه كيديه او حاجه مصطنعه. بيودوه بقى القسم الفني وبعد كده يبحثوا فعلا في الرسائل، فالتليفون بتاعك بيتاخد، ممكن يقعد له مثلا شهر عشان يتاكدوا ان الرسائل ديت، لان طبعا مش انت لوحدك، في ناس كتيره للاسف بتقع في عمليه الاحتيال دي. فانت تخلي بالك في التعاملات بتاعتك. يفضل انها تبقى ورقيه، يفضل ان في عقود، يفضل ان يبقى في توثيق للكلام دوت، يفضل ان يبقى في اختام امضاءات طبعا. وحاجه اساسيه جدا الهويه هنا يعني هي كل حاجه. الهويه او البطاقه بتاع المتعامل معاه لازم تبقى معاك صورتها على الاقل، عشان بتوفر وقت الشرطه في البحث وكده، وفي نفس الوقت برضه عشان انت ما تضيعش وقت كبير ان انت تمشي ورا الموضوع ده ممكن ياخد شهور يعني. فانت تجنبا لاي حاجه تحاول قدر الامكان تتعامل مع الناس بورق، وتتعامل مع الناس بهات الهويه بتاعتك. اللي يشك واللي يخاف منك او اللي يقول لك طب انا ما معيش او كده، خلي بالك وما تتعاملش افضل، تمام. الواحد يعني للاسف اتنصب عليه في كام حاجه هنا كده بخصوص الثقه الزياده او ان احنا بنتكسف نطلب الكلام. لا، ما تتكسفش، انت بتتعامل في حاجه فيها فلوس، فحقك ان انت تعرف مين انت بتتعامل معاه عن طريق الهويه بتاعته، ونكتب الكلام ده على ورقه. اضعف الايمان اللي احنا بنقول عليه اللي هو مثلا ما لقيتش الكلام دوت او ما كانش متاح لاي ظرف، رسائل الواتساب، تمام. دي كده مش عشان ما اطولش في النقطه دي، رسائل الواتساب يعني حاجه معتمد بيها هنا في البلاغات وفي الشرطه. الحاجه الثانيه من ضمن الحاجات اللي بتبقى فيها احتيال طبعا، ودي برضو انا وقعت فيها، انا بديكم خبراتي والله كده،
العروض اللي بتيجي على الابلكيشنز، زي مثلا عروض مطعم، عروض مغريه، وتلاقي العرض مغري جدا، فانت يعني باندفاع تلاقي نفسك، لانه طبعا ولاد لذينه يعني بتوع الاحتيال دول بيديك عرض لمده مثلا 30 دقيقه، فاضل في العرض 30 دقيقه، فانت لو اشتريت دلوقتي هتحصل على مش عارف يعني خصومات مجزيه جدا. وطبعا انت ما بتاخدش بالك ان في لينك معين، انت لما بتيجي تشتري اي حاجه، طبعا انا بديكم المثل اللي حصل معايا، المفروض اي حاجه احنا بنشتريها يا اما الدفع عند الاستلام او الدفع عن طريق الكارت، تمام؟ فطبعا كانوا شايلين الاوبشن بتاع الدفع عند الاستلام، لان ده عرض لازم يدفع اونلاين، كويس؟ فانا صدقت العرض يعني ودفعته اونلاين، وكانت الحاجه ب 27 درهم، تمام؟ فال 27 درهم دول طبعا انت بيبعت لك رساله واو تي بي، الاو تي بي دوت وانس ان انت دخلته، دي مشكله، ودي خلي بالكم من النقطه دي بالذات، الاو تي بي لو اتحط على موقع خلاص البنك فقد السيطره على انه يرجع لك فلوسك، تمام؟ فانت قبل ما تبعت او تي بي، انا مش بقول كل الاماكن وحشه، ولكن بقول خلي بالك عشان النقطه دي اللي انا وقعت فيها، انا ما بصيتش على اللينك اللي جاي لي منه الاعلان، تمام؟ الاعلان كان على الفيسبوك، وطبعا واخد اسم مطعم مشهور، تمام؟ وانا ما خدتش بالي ان هو دوت طبعا الرابط اللي هو www دوت كذا دوت ما كانش هو اسم المطعم، ده كان رابط تاني، ولكن نفس اللوجو نفس كل حاجه، واخد المنيو بتاعه وحاطط كل حاجه، فانا اشتريت بحسن نيه يعني. فبعت ان انا عايز اشتري خلاص، ودفعت بالكارت، فطبعا بيجي لي او تي بي، فده حطيت الاو تي بي، قال لك لا الرمز غير صالح، عيد مره ثانيه، عدته مره ثانيه، وبعد كده فجاه لقيت ان عماله تجيلي رسائل من البنك ان بيتسحب من رصيدك مش عارف 415 كذا مره، يعني لدرجه الرقم بقى ضخم لحد ما تقريبا خلصوا الحساب يعني، عشان انا بشتري حاجه ب 27 درهم. طبعا القصه دي مش حصلت مع احمد بس، حصلت مع ناس كتير، فبرضه رحت لمركز الشرطه وعملت بلاغ جرائم الكترونيه، اي حاجه على الموبايل او اونلاين بتسمى جرائم الكترونيه، ولكن هي جنايه يعني، تمام؟ جنايه نصب. فطبعا الناس قالوا لي انت قدم بلاغ، ولكن طبعا يعني احنا مش بناكد لك 100% ان الفلوس هترجع، احنا هنحاول، ولكن طالما حطيت او تي بي تمام كده احنا فقدنا السيطره، والبنك المركزي ما يقدرش يعني يعمل كنترول على العمليه ولا يوقفها ولا يرجع لك فلوسك، ولكن بعد شويه كده يمكن يحصل حاجه. فبعد شهر تقريبا برضو الموضوع كما هو اتقال لي بالظبط كده، مش هترجع الفلوس. فخلي بالكم من حته العروض اللي بتبقى على مش هنقول فيسبوك بس، ولكن اي عروض بتيجي، مش هقول كلهم وحشين، ولكن بص على الرابط اللي جاي منه الاعلان. يعني انت جالك مثلا اعلان من اكس عشان ما اقولش اسماء، مطعم كذا عامل عرض، فانت خش على الرابط ده هيوديك على ايه، www.a، يعني فهمتني؟ اسم المطعم اوكي تمام، مش اسم المطعم يبقى دي حاجه احتياليه، ويا ريت تاخد الرابط ده تبلغ عنه كمان يعني عشان ما يأذيش حد تاني، تمام؟ فده كده بالنسبه للحاجات اللي هي المشتريات عن طريق الاونلاين. الموضوعين دول يا جماعه حصلوا معايا انا شخصيا، تمام؟ فخلي بالكم من التعامل على الفلوس هنا. بصراحه يعني في ناس تخصصها يعني هي قاعده ما بتعملش حاجه غير انها بتشتغل على الناس التانيه اللي عندها جهل بالمعلومه، وانا كنت واحد منهم ما اضحكش عليكم يعني. فانا اتلعب عليا، تمام، واتسحب مني فلوس مرتين بطريقه مش ظريفه يعني. فانا بقول لكم خلي بالكم في التعاملات. في فيديوهات تانية انا حطيتها على القناه كانت ازاي تيجي الامارات وازاي وتلاقي شغل ازاي ومش عارف ايه، في حاجات دي كلها كان فيها تنويه عن الموضوع، خلي بالكم من النصب. ولكن الحادثتين دول بالاخص حصلوا انا معايا شخصيا، فانت خلي بالك وانت بتتعامل مع حد، زي ما قلت في فيديوهات قبل كده، ما تدفعش مقدم في حاجه، تمام؟ انا النهارده ولو كانت الحاجه دي هي اساسها بمليون وانا اخدها ب1000، لا انا عايز الحاجه بالمليون بتاعتها، بس لما تجي لحد عندي مش هستعجل، وان كنت عايز بقى ومضطر لازم ابص على الحاجه دي السورس بتاعها او المصدر بتاعها بتاع الاعلان ده ايه، او بتاع طريقه الدفع او الجيت واي اللي انا هدفع عليها، يعني كل ده لازم اتاكد منه، او بناقص خالص. يعني انا عمال اقول بصراحه يعني هي كان بناقص الوجبه دي خالص، ولا ان الفلوس بتاعت الحساب تخلص يعني. فتكروا ان شاء الله ربنا يسترها. وبرضو انا معاكم لو في اي حاجه او اي استفسار، انا على قد ما بقدر انا بجاوب على الاستفسارات اللي ما اتقالتش في الفيديوهات او اللي عندي علم بيها وما اتقالتش في الفيديو. لكن في ناس والله يا جماعه بتبعت لي استفسارات انا ما عنديش علم بيها، فساعات يعني بسكت خالص اللي ما عنديش رد، او ساعات برد بقول له مثلا شوف الفيديو مره ثانيه عشان هو فيه الاجابه، لان طبعا اللي بيعلق يعني عدد بيبقى زياده شويه، والواحد بيبقى ما عندوش وقت للرد على كل الناس للاسف. فارجوكم لو في حاجه اكتبوها مش مذكوره في الفيديو
ويا ريت تبصوا على الفيديوهات التانية اللي خاصه بالسفر الامارات والتاشيرات والحاجات دي. كل ده انا عامله على يعني اي معلومه بتجهز في دماغي كامله بحاول ان انا اطلعها على الفيديو عشان تبقى مفيده للغير يعني ان شاء الله. فما تنسوش برضو الاشتراك في القناه وعمل اعجاب للفيديو عشان ان شاء الله ده بيساعد على ان انا اطور في المحتوى بتاعي باذن الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.